هل النادي الاهلي كان سيء النهارده؟ هو في اسوأ من كده؟ في اسوأ من كده؟ انت عمرك شفت فريق كوره اسوأ من كده؟ على كل المستويات، من اول حارس المرمى لحد المهاجم. انت عمرك شفت فريق بيضغط بالطريقه التعبانه دي؟ ضغط على استحياء، هجمات على استحياء، باستثناء الهجمات بتاعت زيزو والشوطه بتاعت مروان عطيه. لكن هي الكوره يا جماعه ما بتقدرش برضو على السوشيال ميديا، ما بتقدرش على اللجان. يعني مش انا عندي لجان فانا هكسب في الملعب، لا. انت فرقتك وحشه ولجانك شغال الله اكبر على السوشيال ميديا، اللي هو انا عماله تبلع الجمهور، اللي هو احنا فريق كبير وفريق عظيم واحنا هنعمل واحنا هنسوي واحنا وكل ده بلح في الاخر. كل ده مش هيشفع لك في الملعب برضه. عاجبك مستواك بقى كده وانت خارج من بطوله افريقيا على يد الترجي، الفريق التعبان جدا. انت خارج من فريق تعبان جدا. نادي الترجي بيقدم نسخه هي من اسوأ النسخ اللي انا بشوفها له بصراحه. ممكن يبقى الماتشات الجايه يبقى كويس، بس هو مثلا ممكن اسم النادي الاهلي خضه، ممكن زي الحارس المرمى بتاعهم كان الماتش اللي فات وحش جدا، الماتش بتاع النهارده نجم المباراه بصراحه. فممكن يبقى الفريق ده كده، الله اعلم. بس اللي انا شفته في الماتشين بتوع النادي الاهلي، نادي الترجي ده نادي فرقه تعبانه مله. لا، نادي الترجي نادي عظيم طبعا، بس الفرقه اللي موجوده دلوقتي فرقه تعبانه مله، على مستوى البدني، على مستوى الخططي، على مستوى الضغط، على مستوى الهجمه المرتده، على مستوى الدفاع، على مستوى كل المستويات. نادي الترجي تعبان مله، مش ده اللي يخرج النادي الاهلي خالص. لكن هو النادي الاهلي واضح ان في حاجه كده جوه الفرقه مش تمام، في حاجه جوه الفريق مش كويسه. ايه هي؟ الله اعلم. بس انا اقول لك، يعني انا لاحظت حاجه برضو، النفسيه اللي ما بين امام عاشور وما بين زيزو مش حلوه، مش حلوه. واضح ان في مشاحنات وفي حاجات في النفس كده، مش لا مش حلوه. يعني كام كوره النهارده زيزو يبقى واخد الكوره من نص الملعب وطالع على ال 18، امام عاشور في قلب الملعب على دايره، على خط ال 18، يبقى هو الوحيد اللي المفروض يبصيله، عشان هو كده هو هنلعب في العمق عن طريق امام عاشور. هو واضح ان المدير الفني موقفه على في قلب ال 18 عشان خاطر كان اللي هنخترق منه، فانا موقف في المكان ده امام عاشور. زيزو يروح واخد الكوره بدل ما يبص لامام عاشور، يروح واخد ومطلعها على الطرف على ال 18 بره ناحيه الكورنر. فتفضل يفضل الاهلي طول المباراه مفيش، انت مش شايف له شراسه، مش شايف ان الاهلي خطر. انت بتحس الفريق بتاعك خطر امتى؟ لو لا اما بيعمل عرضيات جامده جدا فانت شايف كل كره انت المهاجم بتاعك اللي واخدها مره بره، مره في الجون، مره في العارضه، مره، فانت حاسس ان العرضيات بتاعتك خطر خلاص. لكن ومن العمق، اللي هو انا لما باجي اخش من العمق انا عارف اخترق وعارف واللعيبه بتاعتي عارفه تعدي، وعارفين نعمل 1 2، وعارفين نشوط، عارفين نستحوذ على العمق خلاص. لكن انت تستحوذ على العمق ازاي وهي اصلا الكره ما بتروحش للاعب اللي موجود في قلب العمق؟ فدي مشكله ما بين امام عاشور وما بين زيزو، محتاجه حل ومحتاجه وقفه من الاداره. الاداره محتاجه وقفه كبيره جدا مع اللعيبه، والجمهور محتاج وقفه كبيره جدا مع الاداره على الاخطاء اللي حصلت واللي بتحصل. يعني النهارده انا مش مستني منك بعد ما الاهلي خرج من الترجي ان انت تطلع تقول لي انا في حد في الزمالك راح افاوضه، في حسام عبد المجيد هروح اجيبه. اللي هو بص العصفوره، اللي هي الشغلانه اللي بتتعمل بقى لها سنتين ثلاثه مع جمهور الاهلي، وجمهور الاهلي للاسف مش واخد باله. انا اي اخفاق النادي الاهلي بيتعرض ليه بتروح تقول له انا رايح اجيب لعيب من نادي الزمالك. كان قبل، يعني انت لما رحت جبت زيزو انت رحت جبته كنت بتلهي الناس عشان خاطر الماتش بتاع الانسحاب، فانت رحت تبص العصفوره والجمهور مشي وراك وصدقك وخلاص. طب وبين رمضان ورحت جبت وبين شرقي وتريزيجيه، اللي هو انت بتجيب اللعيبه دي ليه كلها؟ اقنعتوا الناس ان هو عشان احنا واخدينهم عشان كاس العالم. طيب رحت كاس العالم، طلعت حصلت المجموعه، قلت عشان افريقيا كده. قلنا لك انت كده يعني انت كده لبست في اللعيبه دي، ما انت ما حققتش مركز ولا حتى صعدت للدور اللي بعد كده في كاس العالم. طيب انت كده لبست في اللعيبه دي، لا ده عشان افريقيا، ده انا هدوس على افريقيا. ازاي الحال بقى؟